السادة والسادة، طاب مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي. أنا بتكلم مع حضراتكم من داخل جامعة الأزهر، تحديدا من داخل مكتب رئيس جامعة الأزهر. أي إعلامي بتكون مهمته إنه يدخل جامعة الأزهر ومؤسسة الأزهر ككل ويجري لقاء مع قيادة كبيرة فيها، بيحس إنه هو في زيارة للتاريخ، لأنه مؤسسة عريقة عمرها أكثر من 1000 سنة، كانت بتقود الحركة الوطنية للدفاع باستمرار عن حقوق المصريين وعن استقلال مصر وعن رفع الظلم عن المصريين. فبالتأكيد هو مكان له اعتباره الخاص وله احترامه وتقديره الخاص. الأمر الثاني إنه مصر الحديثة اللي نقول والله إن نهضتها بدأت مع بداية حكم محمد علي، أيضا كان الأزهر في الطليعة التنويرية والطليعة التحديثية التي قادت هذا البلد إلى عصر جديد، على يد رفاعة الطهطاوي، على يد الشيخ محمد عبده، جمال الدين الأفغاني. واستمرت مسيرة الأزهر يقدم لمصر علماء أجلاء خلال 200 سنة الماضية تحديدا. كان لهم دور كبير جدا جدا في نشر الوعي والفكر التنويري الذي حدث هذا المجتمع وربطه بعصره. أرحب بكم مرة تانية وأقول إن احنا في ضيافة رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور عبد الحي عزب، اللي تولى مهام منصبه في شهر أكتوبر الماضي ليواجه النار بالفكر، وليواجه العنف بالمنطق، وليواجه الانفلات بالحزم. وهذا ما يحسب للرجل ويسجل له في تاريخه كأستاذ جامعي أولا وكرئيس لجامعة الأزهر. أهلا بكم وبضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الحي عزب. أهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا كامل بيه، ومرحبا بالتلفزيون المصري اولا، القناه الاولى. احنا اولا نشكر الظروف اللي لنا شرف انه نلتقي داخل جامعة الازهر وداخل مكتب رئيس جامعة الازهر الاستاذ الدكتور عبد الحي عزب، ان احنا نجري معاك لقاء في فترة مهمة جدا من تاريخنا الوطني في مصر. والازهر دائما بالذات في الاوقات الحرجة كمؤسسة كبيرة جدا وتاريخية دوره مؤثر جدا في العبور بمصر دائما من حالات الأزمة إلى حالات السلام والاستقرار. أنا هسأل حضرتك في البداية، من موقعك رئيس لجامعة الأزهر تسلمت مهامك في شهر أكتوبر 2014، في بداية أكتوبر، في وقت كان حرج جدا 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 فيما يتعلق بالذات بجامعة الأزهر واستقرارها. بداية يا دكتور هنبتدي من كلام للرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال إنه نحن نريد إصلاح الأزهر وليس هدمه. فأنا بسألك أولا، من له مصلحة في هدم الأزهر؟ ثم إيه هي آليات إصلاح الأزهر حين يكون هناك اتجاه لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برقيات سريعة. أولا برحب بكم في جامعة الأزهر. ثانيا بأرسل ببرقية تهنئة لمصر جميعا بمناسبة ما مر عليها من أعياد عيد ميلاد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، عيد الميلاد، عيد الإخوة المسيحيين. ثالثا، بالنسبة لما تفضلت به من قولك أن فخامة الرئيس يريد إصلاح الأزهر، فخامة الرئيس يريد إصلاح مصر كلها. فخامة الرئيس يحمل الخير لمصر كلها ولمؤسسات مصر كلها، ويريد لجميع مؤسسات مصر أن تنهض، لأن مصر لن تنهض إلا بتكاتف مؤسسات مصر. ومعنى تكاتف مؤسسات مصر أن تنهض كل مؤسسة بما يناط بها من عمل، أن تقوم كل مؤسسة بواجبها نحو العمل ونحو التنمية ونحو البناء ونحو المشاركة المجتمعية. بالنسبة لدور الأزهر، هناك الأزهر مؤسسات دينية ومؤسسات تعليمية. الأزهر
هذا هو الأب الكبير، لكن يتبع الأزهر مؤسسات. جامعة الأزهر هي إحدى مؤسسات الأزهر الشريف. يناط بجامعة الأزهر التعليم والبحث العلمي. يناط تاني، جامعة الأزهر تحمل مسؤولية عظمى، وهي التعليم. ومعنى التعليم أنها تبث برامج تعليمية متعددة متنوعة، منها ما يتعلق بالكليات العملية، ومنها ما يتعلق بالكليات النظرية، ومنها ما يتعلق بالكليات الشرعية. تبث برامج التعليم الديني خاصة لجميع دول العالم، وليس لمصر فقط. ليس لتعليم أبناء مصر فقط، ولكن لتعليم جميع أبناء العالم الإسلامي. جامعة الأزهر يناط بها حفظ تراث الأمة، يناط بها تخريج الدعاة وتخريج الأجيال الصالحة التي تنهض بمجتمعها. جامعة الأزهر بمثابة سفراء، تربي سفراء في جميع أنحاء الدول. هؤلاء السفراء يتخرجون من جامعة الأزهر لينتشروا في جميع أنحاء العالم. من جامعة الأزهر تخرج منها رؤساء دول الآن، وقبل ذلك تخرج منها وزراء، تخرج منها رؤساء الوزراء، تخرج منها كوادر علمية في كافة التخصصات، ويحتلون مراكز في كافة أنحاء العالم. ومن هنا جامعة الأزهر لها الدور الكبير في المشاركة المجتمعية على مستوى العالم، وليس على مستوى جمهورية مصر العربية وحدها. نعود إلى خطاب فخامة الرئيس. أيوة. من له مصلحة في هدم الأزهر أولا؟ يبقى احنا خدتنا الاتجاه الثاني. هو الرئيس قال كده، قال نحن نريد إصلاح الأزهر وليس هدمه، فمعنى ذلك أن هناك إشارة إلى أنه ربما من مصلحة البعض هدم الأزهر أو تقويض دور الأزهر يعني كمؤسسة. من يظن أن رئيس الجمهورية أو أن الدولة تريد هدم الأزهر، أو هناك مصلحة للدولة في هدم ليس الأزهر، الدولة، لكن معلش خلينا يعني. أعقب. فهذا ظن خائب. الدولة تدعم الأزهر بكافة السبل. رئيس الجمهورية الأزهر عزيز عليه بكافة السبل، ولكن حينما يقول لا مصلحة لنا في هدم الأزهر، إنما يعطي رسالة للمجتمع المصري وللمجتمع العالمي أنه خير داعم للأزهر، خير داعم للأزهر. ولكن غيرة الرئيس، غيرة فخامة الرئيس على الأزهر، يريد للأزهر أن يحتل المكانة العظمى دائما، وهو فعلا يحتل المكانة العظمى في نفوس الناس جميعا، ولكن يريد له أن تنهض رسالة الأزهر أكثر وأكثر، ليكون جديرا فعلا بمحبة الناس جميعا، وليظل محتلا للمكانة العظمى عند الناس جميعا. إزاي؟ كيف ذلك؟ مش كده ولا لا؟ نعم، نتكلم بقى عن الإصلاح بقى. يكون ذلك بالإصلاح كما تفضل فخامة الرئيس، وبلور المسألة وقال أنا هشتكيكم أمام ربنا. أيوة. يوم القيامة. اختصر المسألة وقال لابد من النهوض بالخطاب الديني. بمعنى قال تغيير الخطاب الديني. أما عن الإصلاح ففخامة الرئيس من منطلق غيرته على الأزهر وغيرته على رسالة الأزهر، يريد للأزهر فعلا أن ينهض أكثر وأكثر برسالته. والرسالة المعنية بالأزهر الشريف ومن مؤسسات الأزهر جامعة الأزهر الشريف، وهي جامعة عملاقة وجامعة عريقة. أيضا الخطاب يشمل جامعة الأزهر باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الأزهر الشريف. معناه النهوض بالخطاب الديني، والنهوض بالخطاب الديني معناه النهوض بالداعية، تربية الداعية صح ورب الداعية صح. حينما أقدم للمجتمع داعية من خلال المحور الأهم، وهو المحور الأول لرسالة جامعة الأزهر، وهو احتضان التراث الإسلامي واللغوي للمجتمع للأمة بأسرها، وتربية أجيال
تحمل أيديولوجية الإسلام بصدق وبوسطية للعالم أجمع. هذا هو دور جامعة الأزهر. ثم ينطلق الداعية لتتولاه وزارة الأوقاف إن كان تبع وزارة الأوقاف، ويتولاه الأزهر الشريف إن كان الداعية تبع الأزهر الشريف، بالتوجيه والتدريب لينهض بدوره. ولا بد من المتابعة. لن نترك الخريج أو الداعية ليتصرف كما يشاء أو ليتأثر كما يشاء. لا بد من متابعة الداعية. الداعية كالابن، فالأب عليه أن يتابع الابن. إذا انحرف يسارا أو يمينا عليه أن يعالج. وإذا كان الابن غير صالح لابد أن تسند المسؤولية لابن آخر. أما أنه أخذ لقب أزهري ونتركه، لا. أزهري لابد أن يكون نافعا، لابد أن يكون صالحا، لأن يقوم برسالته الدعوية، رسالة الإسلام التي قام بمسؤوليتها الأزهر الشريف والتي راعاها الأزهر الشريف، وهي الوسطية والاعتدال، حتى لا يترك المناخ لتلك الفئات التي تحاول أن تلوث فكر المجتمع الإسلامي وتجعل الناس يظنون، غير المسلمين يظنون بالإسلام غير ما يجب أن ينسب إلى الإسلام. طب اسمح لي يا دكتور، يعني حضرتك ليك أكتر من 40 مؤلف، ولما نقول أنا كان نفسي تسألني أنا دوري إيه في تنمية الخطاب. هو ده اللي أنا هسأل حضرتك عنه، أو في تفعيل خطاب فخامة الرئيس. ده اللي أنا هسأل حضرتك عنه الآن. يعني أنا بقول لحضرتك أستاذ دكتور رئيس جامعة الأزهر، وفي الأساس حضرتك باحث كبير، ليك أكتر من 40 مؤلف في مجالات مختلفة تتعلق بالفقه وبالشريعة وغيره. لما نقول الرئيس بيدعو إلى إصلاح مثلا الأزهر أو تجديد الخطاب الديني، فالمفروض الطبيعي والمنطقي أنه ربما يكون هناك عوار معين أو يعني انحراف معين أو جمود في الفكر الديني مثلا يحتاج إلى إصلاح ويحتاج إلى تجديد. حضرتك من موقعك كرئيس لجامعة الأزهر، إيه اللي يحتاج إلى إصلاح وتجديد في يعني نقول مش مناهج الأزهر، لكن في رسالة الأزهر نفسها كجامعة وكمؤسسة؟ خلينا في مناهج. في مناهج. ودايما لما تسألني أنا مش عايز أدخل في المشاكل ودايما مباشرة. يا أستاذ كامل، يا كامل بيه أيوه. لما تسألني اسألني في نطاق أنا بعمل إيه في جامعة الأزهر. طيب. لأنني منوط بي إصلاح جامعة الأزهر. كويس. نتكلم كمؤسسة في المناهج مباشرة. فلكن طالما حضرتك تعرضت للمناهج، فضيلة الإمام الأكبر يتبنى منظومة الإصلاح منذ أن تحمل مسؤولية الأزهر الشريف. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، أنا بقولها شهادة حق وبقولها شهادة صدق. ربما البعض يفسرها غير ذلك من ذوي الانتماءات والأفكار الأخرى، لكن أنا بأصارح المجتمع المصري. الفعل هو خير دليل. قام فضيلة الإمام الأكبر بتوجيهاته للنهوض بالمؤلفات، فتم تطوير المؤلفات والكتب الدراسية اللي هتكون في أيدي الطلاب، بل فعلت هذا العام لمرحلة الإعدادي بالفعل. كذلك هناك منظومة أخرى تعمل من أجل النهوض بالكتب التي ستكون في أيدي طلاب المرحلة الثانوية إن شاء الله. فضيلة الإمام الأكبر أنشأ شعبة متخصصة للدراسات الإسلامية، بعد أن كانت هناك شعبة للأدبي فقط وشعبة للعلمي. أضاف شعبة أخرى في التعليم الأزهري وهي شعبة للدراسات الإسلامية، وتلقى الاهتمام الكامل لتخرج ويتخرج منها الإنسان الذي تعلم الدعوة منذ البداية ليلتحق بالكليات الشرعية إن أراد.
طب حضرتك يعني خلينا في الجامعة. اتفضل. حينما تكلمت عن الأزهر الشريف، الجامعة والحمد لله بخير، ولكن حينما تقلدت هذا المنصب مسؤولية عظيمة ألقيت على عاتقي. كان لي برنامج، وهو برنامج الإصلاح. أولا لابد من علاج الفكر لدى الطالب، هذا هو العلاج المباشر مع الطالب. فكانت هناك برامج متعددة، وحينما تقدمت في الواقع ببرنامجي وأخذت أعد برنامج للترشيح لرئاسة جامعة الأزهر، كان ضمن البرنامج عندي أنني أضع برامج للتنمية الفكرية والتوعية الوطنية والانتماء الوطني. وكان هذا البرنامج في الأسبوع الأول عممت هذا البرنامج على الكليات. وانطلق هذا البرنامج من 3 محاور. المحور الأول التوعية الدينية والنهوض بالفكر الديني في كليات الجامعة. برنامج الانتماء الوطني، التوعية الوطنية، حب الوطن. الوطن هو الحضانة الأولى التي تنطلق منها جميع الأعمال. فإن كنت متدينا وتعمل على إقامة الدين لن تستطيع إقامة الدين دون وطن. وأخذت في تفعيل هذا البرنامج. هناك برنامج أيضا التواصل الطلابي، كيف تتواصل مع الطلاب. واخترنا لهذا البرنامج لجان متخصصة، وطرحت الكليات اللجان من خلال أساتذة مشهود لهم بالوسطية والاعتدال، حتى نجنب الطالب التلوث الفكري والميكروب الفكري الذي يصيب عقلية الطالب. بل انطلقنا من برنامج التواصل الطلابي والتوعية الدينية والانتماء الوطني من خلال علاج ما كان سابقا، لتحصين الطالب من هذا الفكر، الطالب المستجد، وإصلاح تلك العقول التي انغمست أو سارت وراء ذلك الفكر الموبوء الذي أصاب مصر، ثم أخذ مجاله أوسع في فترة حكم الإخوان، تلك الفترة التي أصيبت فيها مصر بعطسة من ميكروب أراد أن ينال من مصر. لكن سرعان ما أفاقت مصر وفاق الشعب المصري من هذه العطسة، وأخذت تلملم نفسها لتتجنب رذاذ هذه العطسة. هو عطسه ولا التهاب رئوي يعني؟ هي عطسة لم تصل للالتهاب رئوي والحمد لله، أيوه. بدليل يعني انها شوفينا منه امتدت ماشي. سنة فقط. أيوه. لكن علينا العلاج. طب دكتور اسال علاجي حضرتك كان ايه؟ يعني ده علاج طلابي. ما انا بسال بقى عن مساله تواصل. العلاج الطلابي. حضرتك يمكن من رؤساء الجامعه، ربما القلائل، ربما الوحيد اللي في احتكاك مباشر بينك وبين الطلبه. انت بتروح حضرتك تنزل فتدخل مدينه مثلا الطالبات، تقابلهم، تروح المطعم، وبعدين بتصطدم اوقات ب ربما يعني افكار حضرتك اللي بتسميها الناس مخها تلوث بافكار وبرؤى يعني غريبه شويه. اخرها يمكن ما تناولته كتير من الصحف والمواقع يعني الالكترونيه، لما واجهوك مثلا الطالبات او انت واجهت الطالبات وكلمتهم عن النقاب مباشره، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ النقاب له فرض وله سنه ولا شيء، وغير ثابت يعني في صحيح الدين انه له سنه وله فرض. فده بتشوفوا انه ده يعني احد السبل والوسائل اللي ممكن تصحح بها الافكار المغلوطه، يعني احد الوسائل العلاجيه. بس معلش اسمح لي بدقيقه أيوة. قبل ما اجاوب على السؤال ده، معلش. احنا كمان عملنا لجان عشان النهوض بالخطاب الديني. عملنا لجان لمتابعه الرسائل التي تقدم، والرساله اللي هيكون فيها شطط علمي او تشدد لن تناقش، لن تناقش، وهندخل الطالب ده المفرزه العلميه،
وهندخل أستاذ المفرزة العلمية. لجان على مستوى عالي احنا أصدرنا بقى قرار لمتابعة الرسالة العلمية بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر. فعلا قامت لجنة بفحص رسائل كلية الدعوة. احنا مش بنحجم المؤلفات، احنا بنراقب حتى تخرج الرسائل متطابقة مع رسالة الأزهر الشريف ومواكبة كمان يعني للعقل ولا العصر ولا ومواكبة للعصر. وتخرج من رحم رسالة الأزهر الشريف وهي الوسطية والاعتدال. لأن دي رسالتنا، هذه جوهر رسالتنا. إذا لما نصنع لجان لتقوم بهذا الأمر، نصنع رجال للنهوض بمسؤوليتنا وتفعيل رسالتنا على أرض الواقع. هناك أيضا لجان لمتابعة المؤلفات قبل أن تقع في أيدي الشباب. عملنا لجان لقطاع الشريعة، لجان لقطاع اللغة العربية، لجان لقطاع أصول الدين والدعوة. خلينا يبقى احنا فعلنا خطاب رئيس الجمهورية أم لا، ونفعل. خلينا بقى في النقطة الثانية من أو النقطة الأساسية للسؤال الثاني ده. اديها لي يعني يعني حضرتك انت ارجو انك تلخصها لي سريع كده. بتواجه الطلبه هنا سواء كان بنين او بنات، احيانا يعني بتواجهك اسئله منهم انت مضطر او من واجبك، يعني بتشوف انك لازم تجاوبهم عليها بشكل مباشر. لكن ربما الدكتور عبد الحي عزب يعني اصبح معروف عنه انه يعني زي ما بيقولوا كده ما بيلفش ويدور، هو بيجاوب على السؤال مباشرة، وربما تكون إجابات صادمة أوقات سواء يعني للسائل أو للمتابعين يعني. فمن ضمنهم يمكن لما شفت البنات في المدينة مثلا منقبات وبدأوا يستخبوا، لما حضرتك رايح تطمن عليهم يعني بحكم مسؤولياتك يعني، فأنت كلمتهم مباشرة النقاب ده مش فرض ولا سنة. أنا بشكرك الحقيقة أستاذ كامل على هذا السؤال، لأنك أنت دخلت كده في منطقة شائكة شوية، يعني شائكة شوية. أنا دوري كأب، أنا وجه لي نقد على شبكة التواصل الاجتماعي كتير جدا، لكن أنا بقرا الناس اللي تقدمت بالنقد دي ناس مش فاهمة ومحتاجين يفهموا. هقول له ليه؟ هو كوني أقوم بواجبي ربما يكون إنك أنت لما تقول الصدق أو تقول الحق ممكن يكون صادم، بس هو خير علاج وأقصر طريق. البنات اللي أنا نزلت عشان أفطر معهم وأتناول معهم وجبة الإفطار، وعلى فكرة دي رابع مرة أقعد في وسط أجلس في وسط الطالبات، وقبل كده جت بعض الكاميرات ونقلت عني وأنا بتغدى في وسط الطالبات، ونقلوا عني وأنا بفطر في وسط الطالبات كذا مرة. أنا مش بفطر، أنا باخد من الأكل علشان أطمن الطالبات إن الأكل سليم، وأقضي على الدعوات والشائعات أول بأول، لأن برضو ما زالت بتنهضنا الشائعات. فأنا بقضي بعمل تحصين. يا بنات أنا باكل في وسطكم أهو، أنا بتابع الأكل أهو. أنا يوم ما بتابع الأكل أنا بنزل للمطبخ أيضا أطمئن على الوجبة بتطهى إزاي. يعني بقى أروح معاهم في وجبة الفطار وأشوفها قدمت إزاي، وبنزل تحت أشوف وجبة الغداء بتعد إزاي، لأن المتابعة هتؤدي لإنتاج طيب. لكن حينما وجدت قدامي سلبية، أعالج ولا أسيبها؟ لا تعالج طبعا مباشرة. لقيت البنات بتستخبى بوشها. أنت بتستخبى بوشك ليه؟ ما الراجل اللي هيصرف لك تغذية ما هو راجل راخر. ولا اللي هيصرف التغذية ده مش راجل؟ ما هو راجل. ما اللي واقف في المطبخ راجل، بتخبي وشك ليه؟ فلقيت في اللي بتخبي وشها ربما تكون مكسوفة. أنا هفسرها أنها مكسوفة من رئيس الجامعة، لكن كنت لازم أطمنها، بقول لها بنتي ده أنا والدك، أنا زي أبوك. لكن لما لقيت إصرار قلت لازم أعالج بقى. ده فهم ضيق. هل الرجل اللي بيديك التغذية كل يوم ده رجل وده راجل غريب والناس دول هم ما يغطوش ولا حاجة مع المسؤول التغذية؟ أنا هجاوب من خلال الكتب مدام كده علشان أرد على شبكة التواصل الاجتماعي وأرد على الناس، ومن حقي أنني أرد. وأنا يعني بأشكرك جدا ربنا يخليك إنك اديتني هذه الفرصة. حينما تكلمت من منطلق مسؤوليتي، حينما وجدت فهم خاطئ لازم أصوبه لبناتي. أنا ما رحتش في الشارع ولا في مكان أنا ما خرجتش عن رسالتي. كرئيس جامعة وكأب وجدت سلبية دينية لازم أواجهها. هل أترك المناخ لهم اللي قعدوا يتشددوا
ويقولوا للناس النقاب واجب، النقاب فرض. ده فكر مستورد، ده فكر متشدد. ازاي؟ انت عندك اراء فقهيه، لما تيجي تحتضن في راي واحد وفكر واحد وتفرضه على المجتمع، هو ده الارهاب الفكري بعينه. لما تخفي عن المجتمع ونجعل الدين قراطيس نبدي القليل منه ونخفي كثيرا، تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا كما كان يفعل اليهود في التوراة، يبقى احنا ما بنعلمش المجتمع الصح. لابد نبين المجتمع كل الوجوه، كل الأوجه. فكنت لازم انا بقى بتكلم الكلام ده في كل المحاضرات وفي كل الندوات اللي بنزل. أيوة. انا مدي لحد دلوقتي في الفصل الدراسي الثاني الاولاني ده مدي اكتر من 20 ندوة في الكليات. هقول لك، يقول القرطبي في جيم 12 صاد 237 تحت تفسير الآية وليضربن بخمورهن على وجوههن، بيقول بالنص كده وبينقل آراء العلماء كلهم. بيقول ايه؟ اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه. المسألة 19 بيقول ايه؟ أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. إذا المسألة محل اختلاف. ليه بتصدروا للمجتمع على قنواتكم طول حياتكم لوثتوا فكر المجتمع بأن المسألة رأي واحد قاطع، وهو أن النقاب فرض وواجب؟ ده مسألة اختلف فيها. قولوا للناس العلماء، معظم العلماء قالوا ليس فرض وواجب، وبعض العلماء قال فرض وواجب، وسيب المجتمع يحكم بحيث لا يفرض ولا يطلب ولا يرفض. يبقى أنا هتبنى منظومة لا يفرض النقاب ولا يطلب النقاب ولا يرفض. واحدة منقبة بسيبها في حالها. تاني بقول للمجتمع اللي يطلب منك النقاب اعرف انه بيدلس عليك، واللي يقول لك النقاب فرض اعرف انه بيدلس عليك، واللي بيقول لك بأرفض النقاب اعرف انه بيدلس عليك. لا يطلب ولا يفرض ولا يرفض، يعني بمعنى سيبه هو حر، اللي عايز بس صلح له عقله. يعني يكون فاهم، بس صلح له عقله. قل له يا ابني انت بتفرض النقاب على بنتك، ده ما هوش فرض واجب، سيبها، بل الانسان على نفسه بصير. ما تفرضش عليها وتطلعها كده مشدده. هل ده الاراء الفقهيه دي بتدرس للطلبه؟ بتدرس للطالبات يعني التراث. هو يعني ده اللي بنعظمه. هو ده اللي بنعظمه دلوقتي. وقبل ذلك وقال في صاد 331 هذه الآية دليل على أن الجيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على أن الجيب إنما يكون في الصوب موضع الصدر. وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف رضوان الله عليهم، يعني كانت الجيب هو الشق بتاع الصدر ده. فربنا قال لهم غطوا المنطقة دي وهاتوا الخمار وهاتوا النقاب، غطوا بالمنطقة دي، لأن الخمار ما خامر الرأس وليس ما خامر الوجه. وليضربن بخمرهن، فالخمار هو ما خامر الرأس وليس ما خامر الوجه. لكن اللي استل منها مخامرة الوجه بعض العلماء، لكن الجمهور ما قالوش كده، وقال تغطية الرأس يلزم منها تغطية الوجه. هو حر. خليني أكمل لك النقطة اللي دي مسألة علمية. الله يكرمك. اتفضل. الله يكرمك، ما تستعجلش. اتفضل يا دكتور. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا، وأشار الرسول. يبقى عركت يعني حاضت،
وقال القرطبي: إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة. عادة وعبادة. الغالب الغالب هو ظهور الوجه عادة وعبادة. عادة في التعامل والحياة مع الناس، وعبادة في الصلاة، فيصح أن يكون الاستثناء في الآية راجعا إليهما. وقال: ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا هو كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم تخرج علينا تلك الفئة التي احتضنت فكرا معينا ورأيا معينا ووجها معينا لتقول للمجتمع المصري الآمن بفكره والآمن بأزهره الشريف وبرسالته العظيمة، لتقول للمجتمع النقاب فرض وواجب. فحينما قمت بواجبي لتوجيه الطالبات أكون قد أخطأت. طب كانت استجابتهم ايه بقى يا دكتور؟ يعني هل في مثلا بنات ردوا على حضرتك مثلا وكان لهم رأي مختلف؟ هل بعضهم كان مستجيب مثلا او ابدى ارتياح وقبول اللي حضرتك بتقوله؟ أنا عشان أعمل لها الشيك كده قلت الكلام ده، وعشان كده أعمل لها كده يعني حاجة تصحيها، قلت لهم: للأسف شيوخكم اللي علموكوا غلط. للأسف شيوخكم اللي علموكوا غلط. روحوا راجعوا الكتب تاني وتعلموا من أساتذتكم المعتدلين تاني. المفروض ده بيدرسوه هنا في الجامعة يعني بيدرسوه في الجامعة. مش كل مقررات الجامعة هتكون الوجه والكفين. دي بتدرس في مرحلة فقه العبادات في كليات الشريعة. لكن احنا هنعمم البرامج دي وهندخل جحر التعابين وهنفحر على الحاجات دي وهنعلم الطلبة بتوعنا وهنركز على مسألة النقاب حكمها ايه، ومسألة يعني السلام المرأة على الرجل ايه، ومسألة المعايدة ومشاركة غير المسلمين في أعيادهم ايه، وهنركز على الحاجات دي عشان نتصلح عقول الناس وعشان نأمن المجتمع من الناس اللي هم بيتعمدوا تشويه الفكر. هنقول لهم السلام على غير المسلم حق لغير المسلم، حق أن تبتسم في وجه المسلم مرة وتبتسم في وجه غير المسلم مرات، لأن هذا يؤلف القلوب. الإسلام انتشر بالطبطبة على غير المسلم، مش بضرب غير المسلم. لازم أفرش لغير المسلم الرداء بتاعي، حتى إن أنا أقول له سماحة الإسلام علمتني كده. الإسلام سافر في المحيطات بقارب صغير وانتشر في دول ما وراء المحيطات. القرآن يعني إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني مش يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة لنا كلنا، والأرض وضعها للأنام، ما قالش وضعها للمسلمين. طب دكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر، أسأل حضرتك بقى قبل ما نسيب الجزئية دي، البعض الكتاب مثلا المفكرين والمعنيين بتطوير يعني الفكر الديني والخطاب الديني يقولوا ايه؟ يقولوا انه يعني ليه مثلا جامعة الازهر والمناهج اللي فيها ما تعتمدش على اجتهاد جديد، ولا تعيد فقط او تعتمد فقط على اعادة يعني انتاج القديم مرة اخرى. يعني انا كمان ما اقول المناهج مثلا هتتطور وهفلترها أو أنقيها، معناها أن أنا أيضا بعتمد على تراث 1400 عام وما أتى منها من يعني أصول فقهية وشرعية معينة ل يعني كتاب السيرة وغيرهم. طيب فين الاجتهاد الجديد مثلا اللي موجود اللي ممكن يعني يبقى جنبا إلى جنب مع يعني ما أتى إلينا من تراث فكري يعني عظيم بنعتز به وكل حاجة؟ يعني على فكرة يا كامل بيه، التراث بتاع الأمة أأمن على الناس من الفكر اللي بيدرس دلوقتي.
ومن الفكر اللي بيجي جديد. يعني احنا ما عندناش علماء التراث معلش جدد يعني. ازاي بس انا افسر التراث صح؟ الاجتهاد الجديد بقى ان انا افسر التراث صح. لما اجي اخبي مسألة ان انا اسلم على غير المسلم واحيي غير المسلم، واطلع بس الفكرة اللي بتقول ما تسلمش عليه، ورأي صغير موجود كده، الاجتهاد الصح ان انا اطلع من التراث بتاعي ومن القرآن بتاعي التفسير الصح. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ابعد عن الآية دي ولا اشتغل معاها؟ طبعا واوديها صح. هو ده التراث. بس اشتغل مع التراث صح. تراث الأمة هو الحماية للأمة. التراث كله بخير. بعض العلماء عندهم بقى فكر متشدد، وده سمة كل عصر وكل جيل. 5%، ال5% دول أعزلهم من التراث وأطلع ال95 والبهاريز والأمور الصح، الشوكولاتة الجميلة اللي في الإسلام، الحلاوة العظيمة اللي في الإسلام، وأقول لهم هي دي سماحة الإسلام، هو دي فكر الإسلام. لكن في فترة معينة أثبتنا، زي ما أنا قلت العطسة، وزي ما قلت في ال30 سنة طلعت علينا تلك الإذاعات من الجحور وتلك القنوات من الجحور، وطلع المال زي ما بنقول المال السياسي فيه المال الديني. زي ما عندك المال السياسي فيه المال الديني. هؤلاء الناس طلعوا عندهم فلوس كتيرة وقالوا ده زكاة ديننا ان احنا نعمل قنوات تطلق التشدد للمجتمع، نطبع كتب، وهذه الكتب تسود في المجتمع. للأسف طلعت في غفلة ال30 سنة اللي فاتت، كتب الأرصفة انتشرت، قنوات الأرصفة انتشرت، قنوات التلوث الفكري انتشرت، قنوات التشدد انتشرت، بقوا هم الصوت العالي، بقى هناك تعمد لتجنب الأزهري وتجيب هذا الداعية العظيم. ماذا فعل الأزهر بقى الألقاب في 30 سنة ده يا دكتور؟ يعني الألقاب، الأزهر يعني كان يؤدي رسالته التعليمية في صمت. يعني لماذا لم يواجه؟ وأنا يعني قلتها على فكرة يعني في إحدى القنوات بتاعتي الفضائية، استضافوني، وأنت عارف أنا ليا كتاب في الضوابط الشرعية للفتاة. أيوة. فلما استضافوني قلت لهم أنتوا بتتعمدوا تجيبوا الشيوخ بتوعكم، وتجيب شيخ الحارة اللي عندك في الحتة الفلانية، شيخ الزاوية، وشيخ الزاوية اللي في الحتة الفلانية، وفلان الفلاني الداعية الكبير، وتوزيع الأوسمة على أنفسكم، وتقولوا فلان الفلاني الداعية، واديتوا نفسكم ألقاب، وبتاع الطب ساب الطب وبقى الداعية، وبتاع الهندسة ساب الهندسة بتاع الداعية، وبتاع الصحافة ساب الصحافة وبقى الداعية. ليه؟ مش لاقي نفسه في الطب فعمل الداعية الإسلامي الكبير. وبتاع معهد اللاسلكي بقى بتاع اللاسلكي مش لاقي نفسه، الفراش مش لاقي نفسه فراش، راح عامل لحية كبيرة وعامل جلابية قصيرة ولابس لي غطرة، وراح طالع وقال الداعية الإسلامي الكبير. ما انا بسأل الأزهر كان مقصر في الفترة ده يا دكتور؟ ما لا مش مقصر، معلش يعني يا كمان. السباك، النجار، الحداد، مع احترامي لتلك المهن التي تقيم مصر، بعض قلة منهم مش كلهم، قلة طلعت تعمل لنفسها منصب ديني. وبقى الطبيب، أنا مرة كنت قاعد على المنصة، استضافوني في إحدى الندوات، قاعد جنب طبيب أسنان، ساب وظيفة الطب أيام الإخوان، وللأسف رحت عشان صح المفهوم، لقيت هجوم عليا، انسحبت من الجلسة. قلت لهم المجال ده ما ينفعش، انتوا عاملين ندوة عشان تهجموا على الأزهر؟ انتوا بتقيموا ندوة مخصوصة وجايبيني صورة إعلامية حتى توجهوا الهجوم على الأزهر؟ أنا آسف. وانسحبت من الجلسة وانسحبت من الندوة. قلت هذا الشخص اللي انتوا عاملين منه الداعية الكبير وموجهين الأضواء عليه وبتخلوه هو اللي يدير الجلسة واللي يشتغل عشان يلوث فكر المجتمع، أنا آسف. وانسحبت. وظيفته إيه؟ طبيب أسنان فاشل. يا أخي روح طلع سنان الناس صح وبلاش تيجي تعض فينا. هو جاي يكسر سنان وبلاش تيجي تعض فينا. الأزهر بخير بس كانوا بيحاولوا يجنبوه. قنوات، الأزهر ما كانش لاقي قناة وهم بيصنعوا قنوات. الأزهر بإمكانياته لكن صامد واقف وشامخ. والأزهر مبنى في مصر لكنه معنى في العالم أجمع. أستاذ دكتور عبد الحي عزب، أسأل حضرتك يعني وأنت رئيس جامعة الأزهر،
بيؤخذ على المناهج، يعني ان ليس المناهج تعتمد على نقول رؤيه نقديه، بمعنى انه البعض يتساءل لماذا لا تدرس مثلا بعض مؤلفات الدكتور طه حسين وهو ازهري مثلا في جامعه الازهر في اي فرع من فروعها العلميه يعني. لماذا مثلا لا تدرس كتب اثارت جدلا زي الاسلام واصول الحكم مثلا للشيخ علي عبد الرازق؟ لماذا لا ياتي مثلا تاتي جامعه الازهر بمفكرين كبار مثلا وتعقد ندوات داخل الجامعه مع الطلبه، ممكن يكون مفكر والى جانبه رجل دين مثلا، وفي حوار مفتوح. يعني الجامعه تطور من يعني من ادائها العام ومن توجهاتها، ويكون لها نقول فلسفه للمستقبل، يعني مواكبه للعصر، ولا تعتمد فقط على مره اخرى اقول اعاده استنساخ يعني ما اتى الينا من تراث ديني هو نسبي وليس مقدس. انا لا اتحدث عن القرآن طبعا، ده كتاب مقدس، لكن اقصد جهود كل الفقهاء والائمه الاوائل مثلا هو جهد بشري قابل للنقد وقابل للتحليل وقابل لاعاده النظر بس. فانا بتكلم على برضه استاذ كامل دايما بتلف على التراث. انا قلت لك تراث الامه امن، والامه اللي ملهاش تاريخ ملهاش ماضي مش هيبقى لها حاضر ولا مستقبل. بس الماضي دايما ناخد الماضي الحلو ما ده بس وننميه. يعني ليه في حساسيه ان احنا ننتقد هذا بس التراث؟ خلينا يعني اقول اتفضل. مفيش حساسيه ولا حاجه. هو المشكله ان احنا بنجيب واحد مبتور موتور له فكر مستقل ونجيبه في الاعلام وينقد نقد غير بناء. لا، شوف النقد بتاعك الجميل، لا احنا خدنا المعلومه من ده، لكن الواقع فكر العلماء، فكر الامام محمد عبده بيدرس هنا، فكر طه حسين بيدرس هنا وموجود في قسم الادب. هذا الفكر العظيم بنجيب الاستاذ كامل وبنجيب جنبه الداعيه بتاعنا. ندواتنا كده، مش احنا مش كده بس. بالنسبه اللي بنجيب الشيخ فلان والشيخ علان، بلاش اقول المسميات، دول شويه ناس طالعين معلش بنطحوا كده في جبل قطاود الشامخ وهو الازهر الشريف، وبيفتكروا ان هم كده يعني بينالوا من الازهر الشريف وهيقصوا الازهر الشريف عن رسالته. لا، النقد البناء ان تعالى قول لي ان عندك كذا وانا هوريك ان عندي 95% صح وعندي 5% غلط. مش ما عنديش غلط، عندي غلط، عندي 5% غلط. انا هقول لك على حاجه. طلع احد الناس اللي عامل نفسه داعيه وعلى احدى القنوات الفضائيه وقعد يقول والازهر الشريف ويشتم في رموز الازهر. لو انت لما تشتم في رموز الازهر نظرت الازهر على انه شخص، انت بتشتم في الازهر الشريف اللي هو معنى قيمه، قوه ناعمه لمصر، تراث مصر وحضاره مصر وتاريخ مصر، قوه عظيمه من القوى الناعمه لمصر. قوه العالم يعني لا تبنى بس بالسلاح، قوه الدوله لا تبنى بالسلاح، وانما من مناحي متعدده. فلكن هل هذا الشخص درس؟ هل هذا هو؟ انا من عندي التفسير الكبير الفخر الرازي فيه ما فيه، اخد منه التراث العظيم وادرسه للطالب عندي في التفسير، والاراء المتشدده دي ما اخدهاش، لانه بيجيب الكل. الامانه العلميه ان التفسير والتراث بينقل الكل، بينقل لاحمد بن حنبل الروايه التي تقول كذا والروايه الاخرى المتشدده التي تقول كذا، وينقل للائمه الاربعه كلهم القول كذا ثم القول كذا. انا اعلم الطالب ايه؟ اعلمه ان الخلاف محمود، المساله ليست راي معين وليست فكر معين، وان المساله خلافيه، واعظم من الاراء التي تخدم المجتمع. هو ده دور جامعه الازهر، وهو دي دورنا، وهو المفعل. والمفعل ب 95% هقول لك. ال 5% كان نتيجه الاخوان. طلع هذا الاخ ويقول على التلفزيون جامعه الازهر تدرس الارهاب، جامعه الازهر تدرس كتب سيد قطب، جامعه الازهر تفعل وتفعل، وسلط عين النقد فقط ولم يسلط عين الاصلاح، لانه يريد النيل من الازهر الشريف ويغفل ان النيل من الازهر الشريف هو نيل من مصر كلها. تعالى يا حبيبي، انت عندك فكر كويس، تعالى قدم لرئيس الجامعه وقول له انا شفت عندكم كذا كذا، وتعالى ما تعملش فضيحه لكن اعمل نصيحه.
بدل ما تقدم فضيحه وتعملها فضيحه، ده انت بتفضح ايه؟ مؤسسه عظمى، والله لو طلعت وتكلمت عن الفاتيكان كلمه واحده لا يقطعوا لسانك، لا يقطعوا لسانك. طالع بتتكلم عن الازهر وطالع منه ايه؟ ما تيجي يروح لفضيله الامام الاكبر وقول له يا فضيله الامام والله انا جايب مجموعه معايا وعندنا شويه كتب اهم، انا سمعت انهم يدرسوا عندكم، الموقف منهم ايه؟ نرد عليه رد صحيح. يا رئيس جامعه الازهر انا سمعت ان عندكم كذا، لقيت المجموعه من الكتب اللي هو جايبها كلها كتب ايام العطسه الاخوانيه. كتاب بيدرسه كان واحد اسمه محمود الدنود، درس كتاب فقه الاسره للشيخ حسن ايوب وده اخواني. واحد درس غريب، درس حضاره اسلاميه لمصطفى السباعي وده اخواني، قال الكلام ده. وقال لمحمد بن عبد الوهاب درس كتاب، وكتاب في العقيده الاسلاميه لمين، للاستاذ مين، ومحمد السعيد المنظومه مش عارف ايه بايه بفارس للشيخ ابن عثيمين. وقعد يقول الكلام ده كله ويشنع علينا. خدت الكلام ده كله وطلعت ورقه من على النت وقعدنا نبحث، والازهر قعد يبحث، وجدت الناس دول فعلا كانوا بيدرسوا الكلام ده ايام الاخوان في كليه اللغات والترجمه، وليس في جامعه الازهر اللي هو عممها، في كليه فقط اسمها كليه اللغات والترجمه، وفي قسم اللغه الانجليزيه فقط. الناس دول قعدت ادور على الناس دي لقيتهم هربوا. لقيتهم رؤوس اخوانيه هربوا. والكتب دي لا يوجد منها كتاب واحد يدرس، يبقى هو بيعمل نصيحه ولا بيعمل فضيحه؟ طب بمناسبه بقى يعني انهم هربوا، لا الناس دول ولذلك شددت وشكلت لجنه قلت لهم شوفوا لي الكتب دي لسه بتدرس ولا لا، ولو في كتب صححوا المفاهيم للناس باللغه الانجليزيه. انا عايز البديل بقى، قلت لهم عايز البديل، عايز الرد عشان اصلح العقول. يبقى دي ما ياخدش ما يكترش ويجتزئ ويطلع هو الناس اللي بتشنع على الازهر وبتشنع على جماعه الازهر. هؤلاء الناس دي عايزه اصلا تيجي تتعلم عندنا. هو في ناس كتير بيقتطوا يعني على الازهر دلوقتي من خلال الفضايح. الناس اللي عماله تنقد وتتعلم النقد عندكم وفي القناه المصريه اللي علمت الناس صح وعلمت الاعلام للدنيا كلها صح. التلفزيون المصري كان مدرسه وما زال علم الاعلام الصحيح للناس كلها صح. فييجوا يتعلموا الاعلام الصح ويتعلموا النقد الصح وتعلموا قنوات العلاج الصح. مش كل واحد يطلع بورقه ويجري. يعني خلاص الازهر سيظل. عارف سيظل ليه؟ سيظل الازهر رغم انف كل معاند. عارف ليه؟ لان ربنا قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فحفظ الذكر باذن الله وحفظ الذكر بحفظ الله. فقيد الله الازهر الشريف ليحمل رساله حفظ الذكر، فسيظل محفوظا باذن إن شاء الله رغم انف كل حاقد ورغم انف كل معاند. ان شاء الله. طب يا دكتور، أنا بكلمك من خلال وسائل. نعم، بكلام حضرتك عن الإخوان، هل يعني كان حصل اختراق حقيقي مثلا لجامعة الأزهر، مش بس يعني أثناء يعني حكم الإخوان لكن من قبلها؟ يعني هم كانوا بيشتغلوا على مسألة أنهم يعني يتسللوا إلى ثنايا مؤسسات كثيرة. هل يعني حضرتك لما مسكت جامعة الأزهر فعلا حطيت ايدك على انه في خلايا اخوانيه كتير سواء بين اعضاء هيئه التدريس او يعني عدد كبير من الطلبه ابناء عائلات اخوانيه، وتعاملت معهم ازاي؟ ده برنامج يعني احنا بسرعه يعني لا ده برنامج فعلا. اتفضل. ده من ضمن البرنامج بتاعي. مش من ضمن البرنامج الاصلاحي. هل اخترق الازهر قبل ذلك؟ الازهر بخير قبل ذلك وبيأدي رسالته، بس ربما في امور كان لم يعلن عنها. طب انا اقول لك على حاجه، انا ليا كتاب كان اسمه الضوابط الشرعيه للافتاء وموجود، وليا كتاب اسمه ضوابط الاجتهاد وموجود. انا مش بعلن يا جماعه لان الكتب دي ما بتتباعش، الكتب دي لله. بالمناسبه عشان اعرفكم كتبي لله، وكتبي كلها مطبوعه في كتب الشريعه ومجانا، والله ما باخد مليم. قول السنه دي يقولوا حقك في التاليف، قلت لهم ولا تاليف ولا تلحين، بس يبيعوا الكتاب رخيص. ربنا يكرمك. انا مش عايز حاجه، ربنا يخليك. انا ما بعلنش والله. طيب اقسم بالله هو ده منهجي. لما كنت في بني سويف سنه اولى نزلت الكتاب وببلاش. لما مسكت عميد نزل كتاب اصول الفقه قالوا كام؟ قلت له لا مش كام، ينزل الكتاب ببلاش عشان نعلم الناس العطاء. انا مش بعلن، انا بلاش نقول. بس ان احنا نقول للناس احنا عايزين الصدق مع القول والصدق مع النفس والصدق مع الله. فلما تتكلموا عن الازهر الشريف انقلوا عن الازهر الشريف ان الازهر معنا في نفوس الناس جميعا، وبلاش نهدم الازهر. خلينا كلنا، اصل الازهر مش هيتهدم اولا، لكن الناس للاسف
بتسلط عين النقد الهدام، ولن يهدم ابدا. مم. الهدام للرساله لن تهدم ابدا. ما يتعلق بقى بالفكر الاخواني لكن والخلايا الفكر الاخواني الاخوانيه معلش ولا قديما لم يوجد. يعني حاولوا، كانت مجموعات ايام اقتحام الازهر وعسكره الازهر، ايام فضيله الامام الاكبر لما كان رئيسا للجامعه وكسروا البوابه وجماعه خيرة الشاطر اللي عمل عسكره، هم بيربوا في كوادرهم من زمان. ده اللي بسال عنه يعني. انت بتسال من فتره الازهر يعني. المعتدى عليه. مم. بنسال المعتدى عليه، ما نسال اللي اعتدى. مم. ليه الدوله سابتهم؟ ليه الدوله كبرتهم؟ ليه الدوله عملت لهم اعلام؟ ليه الدوله عملت لهم مدارس؟ ليه الدوله عملت لهم دكاكين ومحلات ومولات؟ ليه يعني بقول لك دكاكين بمعنى الناس الصغيره اللي بتبقى داكين في القرى، ومولات في المدن. ليه جت الدوله سابتهم كده لحد ما كبروا وتوغلوا وعسكروا في عقليه الشعب المصري؟ ليه الدوله سابتهم يدوا زيت وسكر وصابون؟ لما طلع الناس اخر ما غلبوا قالوا لهم لا سكر ولا زيت، بيعتونا فرش البيت. لما الشعب وقع الاخر، فكان الازهر ضمن المنظومه الكبرى ان هم يخطفوها. ازاي يخطفوها؟ حظهم انا جيت بقى قلت لهم مش هتخطفوها، واللي هيجي بده يخطف جامعه الازهر ويخطف كده انا هخطف عينيه الاثنين. عندك برنامج لتطهير الازهر؟ هخطف عينيه الاثنين من الاخوان والخلايا الاخوانيه. شوف، الاخواني باعتباره اخواني ماليش دعوه به، باعتباره انتمائي ماليش دعوه به، بس اراقبه هنا. لو عمل حاجه تفسد العقول تاني يوم مش هيكون مجاله عندي. لو دخل مؤلف يفسد العقول لا هو ولا مؤلفه هيكون موجود عندي. حصل انك استاذ هيدخل هيحرض هيعمل لا هو ولا انتمائه هيكون عندي. حصل انك استبعدت حد يا دكتور؟ لكن استبعدوا ليكونوا اخواني دي مش شغلي. لا، استبعدت حد لانه ممكن بيفسد عقول، مثلا بيحرض على تظاهر، على عنف. ده حد امبارح جات لي بوسطه بريد، انا باخد شنطه البريد امضاها في البيت، وبخلي اليوم كله لخدمه الجامعه والمرور وهنا وهنا ومقابله العمداء واللي عنده مشكله واحل له في التليفون واحل له مشاكل هنا، والدخول مع الطلبه والمرور على الطلبه والبرامج دي. لكن بالليل بقعد بقى يعني انام لي ساعه بعد المغرب، واقوم بعد كده اتعشى واصلي العشاء براحتي واقعد امضي في البريد بتاعي. لقيت من ضمن الطلب اللي عندي طالب اخواني كان بيحرض على الدولة والجيش والعنف أيام الإخوان وحيازة أسلحة ودنيا، خد 3 سنوات سجن، خفضت لسنة سجن. ومش هقول من كليتي عشان ايه، بلاش ان الله حلم سطها. جه لقيتهم سلموه بعد ما طلع من السنة السجن، سلموه العمل عادي بقى. هو كان بيشتغل معيد في احدى الكليات. هو معيد. وسلموه العمل عادي بقى، يا حبيبي اتفضل بقى، ما انت خلاص اصلك خدت الحكم ونفذته وخلصت. لما جالي وانا بمضي بوقع علشان هو مستلم العمل وبيطالب بحقوقه الماليه، يا ريته ما طالب بها. قلت اهلا. قعدت اقرا الجريمه دي، قلت لا ده جريمه تخصني انا دي. حيازه اسلحه كان ايام الاخوان، وتظاهر وتحريض، وخد سنة حبس، خفوت 3 ويجي عندي اسيبه؟ لا، لازم يدخل تحقيق واشوف التلوث ده ايه وحامل الفكر ده ايه وبيعمل ايه. هو خلص عقوبته الجنائيه، اصدرت قرار بوقفه عن العمل يعاقب اداريا حمايه لعقول الطلبه، وحولته للتحقيق الاداري. يبقى انا بحصن ولا بحصنش، وبطهر ولا ما بطهرش. والله إذا ظهر التوبة بتاعته الصادقة وبقى ملتزم وبقى كويس والعقوبة أثمرت فيه هسيبه. وإذا ظهر كده مع السلامة. لازم أشوفه عمل إيه في الفترة اللي استلمها من بعد حكم الإخوان لحد دلوقتي. ما هم دول اللي بيحرضوا الطلبة، وهم دول اللي غرروا بالطلبة وخلوهم السنة دي اتفصلوا. يبقى احنا شغالين ولا لا؟ شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر. يعني أخذنا من وقتك كتير، وأنا عارف أنه حضرتك مشغول، لكن إحنا أكيد يعني خرجنا ب يعني فوائد كثيرة، ونتمنى أن يكون السادة المشاهدين أيضا يعني خرجوا بفوائد أكثر مما خرجنا نحن به. شكرا لكم جميعا، ونلتقيكم الأسبوع القادم على خير إن شاء الله.